وده وشك لو ما اخدتش ولا ميه ولا كرب ولا دهون صحيه ولا خضروات. وده وشك لو شربت ميه كويس واخدت دهون في المعقول وتكون دهون صحيه، ما قطعتش الكربوهيدرات وكلت كميه خضار مظبوطه. وشك مش تعبان، اكلك هو اللي بيتعبه. لما تيجي تتكلم عن نحافه الوش وتغير الوش اثناء الدايت، روح بص الاول على الطريقه اللي انت بتاكل بيها وشوف مشكلتك ايه. وشك بيكبر قبل سنك؟ لا، هو اكلك المشكله. اكلك هو اللي عمل كده. بص لاكلك مش لمرايتك. ده شكلك لو ما شربتش ميه، وش بهتان، خطوط تعبيريه كتير، خدود متاخده، خدودك داخله لجوه. ده بقى شكلك لو شربت ميه، وشك باين طفولي، فيه نضاره، وشك منور، ما بيخسش ابدا، خدودك مظبوطه وممتلئه، مفيش اي مشكله في الوش. ده وشك لو قطعت الكارب نهائي، خدود نازله، وش بهتان، جسمك ممكن يخس انما وشك متاثر جدا. ده بقى وشك لو اخدت الكارب بنظام مظبوط، يعني ايه؟ شوفان، بطاطا، رز بني بشويش، تمام، هيخلي وشك زي الفل، وهتخلي خدودك مظبوطه، وشك منور، في نضاره، بشرتك متظبطه، خطوط تعبيريه مش موجوده، وشك مناسب تماما لسنك ويبدو اقل كمان. ده وشك لو ما خدتش اي دهون صحيه في الاكل، وش ناشف وبشره بهتانه ومش مرتاح. وده وشك لو خدت دهون طبيعيه زي المكسرات والافوكادو، ودهون زي زيت الزيتون، زيت الذره، هيخلي وشك منور وشكلك مرتاح جدا. ده وشك لو ما خدتش خضار وخضره كتير، هتلاقي فيه بهتان تحت عينيك ووشك باهت. وده وشك لو كلت خضره كتير، الخضروات هتزود الكولاجين، وده هيبين ان وشك يعني مش باين خالص عليه السن. حتى لو انت مسابق في العمر هتلاقي وشك وش طفولي جدا وفي نضاره غير عاديه. وده وشك لو ما اخدتش ولا ميه ولا كرب ولا دهون صحيه ولا خضروات. وده وشك لو شربت ميه كويس واخدت دهون في المعقول وتكون دهون صحيه، ما قطعتش الكربوهيدرات وكلت كميه خضار مظبوطه. انت اللي هتحكم بنفسك. قولوا لي بقى ايه اكتر عاده غذائيه غيرت ملامحكم للافضل او للاوحش؟ دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.